بعد بيان الرابطه الزمالك وبيراميدز اتحدوا مع بعض ضد الرابطه، لان ده مش بيان اتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش هو اللي طلع البيان ده. اولا. ثانيا، تعالوا نقرا بيان الزمالك وبعد كده نشوف بيراميدز طلع بيان برضو، وبعد كده بيان تاني من بيراميدز. يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب برفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للاتفاقات أو الاتفاق على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس. وكانت القرارات كما يلي: اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائز بنتيجة 3-0، وذلك وفقا للمادة 4 وبعد كده من لائحة المسابقة. تاني حاجة بقى: خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما. النقاط الخاصة بالمباراة الزمالك مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الداخل من العقود التجارية وعقود البث، اللي هي مثلا اللي هي الغرامات اللي هتتحط على النادي الأهلي أو أي نادي منسحب، زي ما الزمالك انسحب وبرضه اتطبقت عليه الغرامات واتطبقت عليه كل الحاجة بتاعت الإعلانات والكلام ده. وبعد كده بعد ذلك تقدم النادي الاهلي بشكوى للجنه الاولمبيه، زي ما احنا عارفين بقى اللي حصل. قدم الشكوى واترفضت، وبعد كده اترفضت الثانيه، وبعد كده رابطه الانديه قالت لا صح، كل الانديه صح والاهلي اللي غلط. الفكره كلها ان اي محامي ب5 جنيه هيطلع هيكسب القضيه ضد الاهلي. الفكره كلها ان دي قرارات عبثيه ضد كل اللوائح والقوانين اللي محطوطه. هو انتوا يا اعلام او يا كذا او يا كذا او يا كذا خايفين تطلعوا تقولوا ان الاهلي غلط؟ ما غلط. مش فاهم، هو الاهلي اله؟ منادي زي بقيه الانديه. بجد والله الزمالك لما غلط ما غلط. هو احنا هنطبل لك في ايه؟ انا زملكاوي بس لا غلط غلطت يا باشا. غلط وتتحمل خسائرك كلها كزمالك. حاليا الاهلي غلط، الاهلي غلط. الاهلي عمل كارثه، الاهلي عمل كارثه. الاهلي يتحمل كل شيء، الاهلي يتحمل كل شيء. الفكره كلها انك دلوقتي مثلا مش ضد اسوان انت حضرتك، او ضد مثلا فرقه عاديه عشان تقول لا اصل حقي مش هيجي، اصل حقي جاي. لا لا، انت حقك رايح والقضيه هتترفع، والزمالك مش هيسكت ولا بيراميدز هيسكت. ليه بقى؟ الزمالك بخسارتك وعدم مجيك المباراه هيحارب عشان ممكن ياخد الدوري. بيراميدز نفس الكلام، دوري على طبق من ذهب، مش من فضه بقى، من ذهب انت بتديهوله. فلما تيجي تقول له لا ده في 3 بونت، اصبر اصبر، لا يا باشا ده انا عايز ال3 بونت، ده انا عايزهم يتخصموا منك دلوقتي قبل بكره. ده اولا. بيراميدز الاول ما كانش طرف، لان خلاص اتخصم 6 بونت من الاهلي والموضوع انتهى. دلوقتي بقى بيقول لك اصبح طرف في ازمه لقاء القمه والضرر يقع علينا. ايوه طبعا هو عايز 3 بونت ببلاش، هتقول له لا؟ وطالما القانون بيقول كده واتطبق قبل كده على نادي يبقى اتطبق على الكل من قبل بسبب عدم اختراق اللوائح. لكننا سنقدم شكوى لجنه التظلمات ضد قرار رابطه الانديه بالغاء النقاط المخصومه من الاهلي، وان يكن القرار مصنفا سنلجأ للمحكمة الرياضية. هو يا جدعان عشان تبقوا فاهمين، لو لجأوا للمحكمة الرياضية الموضوع انتهى ومحسوم. محسوم محسوم والله، ما فيهاش أي حاجة. أصل دي لائحة، أنت ماشي عندك بلائحة فالموضوع منتهي. آه كنا أكثر متضررين من انسحاب الزمالك الموسم الماضي أمام الأهلي. الزمالك لما فعلا انسحب أمام الأهلي، بيراميدز كان ممكن ياخد الدوري ساعتها أو ينافس حتى عليه. لكن لما الزمالك انسحب في 3 بونت راحوا للاهلي ببلاش، اللي هو نقاط الماتش. كان ممكن الزمالك يتعادل في الماتش، يكسب الماتش، اي شيء بقى. فالنقط دي تعلي بيراميدز. لما انسحب الزمالك خلص الموضوع وبقى محسوم للاهلي بشكل رسمي بنسبه كبيره. ساعتها طبقت اللائحه ولم تتدخل اي شيء، والزمالك نفسه ما اتكلمش لان هو غلطان. فهتتكلم في ايه؟ يعني هبجح في ايه؟ ولكن الان لم تطبق نفس القرارات، ستكون الضرر ايضا على بيراميدز والزمالك. فعشان كده هما الاثنين حاليا بيتكلموا في حقهم. تعالوا بقى نشوف بيراميدز النهارده نزل حاجه. بيراميدز يخطر اتحاد الكوره رسميا بالغاء طلب استخدام حكام اجانب لمواجهه الاهلي. بيراميدز النهارده بعت لاتحاد الكوره مش لرابطه الانديه ان هو مش عايز حكام اجانب، وهو انا مش هجيب حكام اجانب، انا هلعب بحكام مصريين. لإبلاغه بطلبه بإلغاء طلبه السابق. كان بيراميدز كان طالب قبل لقاء الزمالك والأهلي إن في حكام أجانب. دلوقتي قال لك لا أنا مش عايز حكام أجانب. اللي عايز حكام أجانب بقى يروح يجيب حكام أجانب. يوم 12 إبريل الشهر الجاي أو اللي احنا فيه إن شاء الله هيتلعب اللقاء بتاع الأهلي وبيراميدز. هو بيراميدز خلاص طلع انا مش عايز حكام اجانب، الاهلي بقى عايز حكام اجانب يروح يجيب حكام اجانب ويدفع من جيبه، لكن انا مش هدفع. دي كلها احداث تؤدي الى ان احنا في مصر
عندنا عبث كروي في كل شيء. وزي ما انتم شايفين ان احنا ما عندناش كوره، ما عندناش لعيبه، كل فرقه عندها واحد ولا اتنين بالعافيه. زمان كنت بتفرج على فرق مليانه نجوم، مليانه نجوم بجد، سواء زمالك اهلي اسماعيلي، كله كان عنده. دلوقتي مفيش. منتخب مصر كنت مثلا لما تيجي تقول مهاجم كنت بتختار 5 6، دلوقتي انت مش عارف تلاقي واحد. الباكات كنت بتختار بجد بالثلاثه ولا اربعه، دلوقتي انت مش عارف تلاقي واحد. وده يثبت ان الكوره في مصر بتقع بتقع بتقع، ومفيش حد فاهم حاجه. زي فييرا ما قال، فيريرا قال قبل كده مفيش مسؤول في مصر بيفقه شيء في كرة القدم، وشكله كده طلع عنده حق.